كانت هذه الانتفاضة ردا على الحالة التراكمية للظلم والإنكار والتمييز والاضطهاد ضد الشعب الكردي، خصوصا وردا على التآمر على سلب الأراضي بسياسة التغيير الديموغرافي لصالح اتفاقية أضنا مع الدولة التركية وإبعاد الشعب الكردي عن مناطقه. وبهذه الأفعال يكمن هدف النظام من إضعاف المنطقة وتشتيت شملها وتفكيك لبنيتها وإشغالها عن النضال وطلب الحرية وتجريد الشعب الكردي عن حقوقه. وما علينا إلا أن نحيي الذكرى السنوية ل 19 لانتفاضة 12 آذار، انتفاضة قامشلو، والتي تجسدت فيها ثورة 19 تموز روح المقاومة والتلاحم الشعبي حول القضية العادلة في الحرية والديمقراطية، وإن للشعب الكردي حقوقه المشروعة في مواجهة السياسات القمعية والاستبدادية والمحاولات الكثيرة لإنكار وجوده. فقد امتدت هذه الانتفاضة من قامشلي لعفرين وأحياء حلب ودمشق مطالبين بالعدالة والحرية والديمقراطية. ولا زال النظام الشعبي وبعد مرور 19 عاما على مرور الانتفاضة ومرور سوريا بعامها 13 من الأزمة السورية متمسك بنفس العقلية الشوفينية وسلب إرادة الشعوب، ما يبديه اليوم شعبنا في شمال وشرق سوريا بكل مكوناته من مقاومة وتلاحم في مواجهة الاحتلال والإرهاب وسياسات النظام التي تستهدف مشروعنا الديمقراطي وإرادته، والتي تجسدت في مقاومة الحسكة وما قدمته قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية ومكونات المنطقة من مقاومات وتضحيات عظيمة، مما أدى إلى إفشال المؤامرة التي كان هدفها النيل من إرادة شعبنا من قبل أعداء الإدارة الذاتية الديمقراطية، وكانت إحياء واستمرارية لروح انتفاضة قامشلو. ونعزي كافة عوائل الشهداء مؤكدين استمرار نضالنا حتى تحقيق أمان الشهداء وطموحات شعبنا وإنهاء الاحتلال والإرهاب وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية وبناء نظام ديمقراطي متمثلا بالإدارة الذاتية الديمقراطية. تحيا انتفاضة قامشلو، تحيا أخوة الشعوب. بالروح بالدم نفديك يا شهيد.